معاصرا، ظهر مهمات رسمية أرسلتها الحكومة الروسية، فتحقق عن بث من الأموات التي شاهدهم ينقلونها بالطريق، وعندما وصل إلى المرفأ لم يسمح له بالدخول، لكن رحلته كانت بمهمة أخرى لم يصبح عنها. من الأتراك الذين زاروا النجف في تلك الحقبة الرحالة حميد يار جونك بهادر، كان اهتمامه بالخيول العربية وطريقة تربيتها وألوانها وأشكالها وأصالتها، لكن وقت كان فيضان إلى ماء الفرات فشاهد صعوبة بالوصول إلى النجف، وكان في مهمة رسمية لأن النجف كانت وبغداد تابعة للمملكة العثمانية، ولم يأتي هو وحده بل تبعه علي بن العثماني أيضا في مهمة مشابهة إلى النجف، وكانت مهمته إدارية قبل كل شيء، لكنه تحدث عن السور وتحدث عن احنا صحنا قوله، عن هو صحنا لبنان في جوانب السور في اطرافه، وسال كان يسال من اهل النجف انه كم سور وبناء السور والذي يغدق الاموال على بناء السور. من ضمن الذين زاروا النجف ملوك ورؤساء ووزراء. الملك الوحيد الذي كتب رحلته عن النجف بقلمه هو ناصر الدين شاه القاجاري. وصل بحدود 1890 إلى النجف عندما كان والي بغداد مدحت راشد، وبعد الحصول على الموافقات الرسمية أرسل معه مدحت راشد دليل، وهو من المسؤولين في الدولة العثمانية. كانت علاقات تركيا الفارسية جيدة، وخرج أهل النجف لاستقباله بحفاوة وإكرام وتأديب لأنه ملك. ولم يكتفوا بل زاروه في محل إقامته في النجف، وكان له وزيرا يكتب أسماء الزوار حتى العلماء الذي زاروه. كانت تربطه علاقة حميدة والسيد محمد حسن الشيرازي قبل رحيله إلى سامراء، عندما كان في النجف التقى به أكثر من مرة في النجف، وزار الكوفة وزار بحر النجف أيضا، وزار قبور القاجاريين وسأل عنهم، ثم فتحوا له الخزانة إكراما لشخصيته، ثم أمر الموجودين في المرقد أن يضعوا ستارة ضخمة أيام أخذت أيام عضد الدولة البويهي أن توضع على القبر الشريف، فكان له ما أراد وضعوها على القبر، وكانت بمقدار جديتها، يعني ما أحل على صار لها 1000 سنة لكن ما تغيرت، ووضعوها على القبر بطلب منه. الرحلة التفصيلية التي شهدتها النجف في مقطع القرن الماضي هي رحلة السيد الغوجاني. جاء إلى النجف سنة 1898، حصل أحداثا في النجف في وقتها، كان قضى 20 سنة في النجف. في سنة 1905 حدث الوباء الكبير في النجف والمحافظات القريبة عن النجف طاعون، فكانت المناطق تنصب في الشوارع لتغسيل الموتى، واحمرت السماء والموت بكثرة، وكان هو يتمنى الموت أيضا للحصول على الأجر. أكيد الروحانيين ذاك الوقت قالوا ظهر الحاجة لأن الموت بيجي من نفسه وصارت حولة شبكوا بعض. كان من مؤيدي المشروع يميل إلى رأي الشيخ ملحم الخراساني صاحب الكفاية، وحاول الاشتراك معه في أول تحرك إسلامي بالعراق
وأنه أراد يتحرك في الجهاد ضد الجيش الروسي، إلا أن وفاته الغامضة والمفاجئة جعله وفاة نظرية المؤامرة اللي نقول عنها، وأنه كان خارج الجهاد. الجماعة طلعوا هو لسه سمعوا خبر مفاجئته في بيته. وكان أحد أعضاء المشروع مثل زميله الشيخ النائين صاحب كتاب تنسيب الليلة. في سنة يعني من توفى حضر وفاة الآخر وكان متأثرا بشدة، عاصر قضية حركة الجهاد الإسلامي، حركة الجهاد التي قادها السيد الحبوبي أحسن 1914، لكنه لم يشر إليها بتفاصيلها. ربما دخل عنصر الفارسية والعربية، لأن في الشرق وفي حركة الجهاد عرب كلهم. الحركة بقيادة السيد محمد سعيد الحبوني، الموجودين القياديين عند السيد محسن الحكيم والشيخ رحمه الله، وكلهم عرب، لم يعطيها أهمية كبيرة، لكنه أعطى أهمية إلى حصار النجف بعد مقتل الكابتن مارشال على يد النجفيين، وشهد حصار النجف بتفاصيله ومآسيه، وشهد أيضا ثورة العشرين التحررية التي قالها الشيخ محمد تقي الشيرازي. يأتي بعده دور الطلبة العامليين في النجف. الطلبة العامليين كتبوا رحلاتهم بتفاصيل، وقسم كبير منهم كتبوا رحلاتهم. بدأهم السيد عبد الحسين شرف الدين الذي قدم إلى النجف قبل نهاية القرن الماضي. في بداية أمره كان في سامراء في مرجعية الشيخ السيد محمد حسن الشيرازي، ولكنه حدوث الفتنة الذي هو يشير إليها بالمصطلح فتنة السامري عاد إلى النجف ودرس عند 5 من علمائها، وهم الشيخ محمد فاروق الخراساني صاحب البداية، والشيخ محمد طه نجف صاحب إتقان المقال، والشيخ الشريح الأصفهاني صاحب الحاشية، والشيخ عبد الله المازندراني والمرزا حسين الخليلي، وكلهم أجازوه بالاجتهاد، فكانت إجازة حق في حقيقة، لأن السيد شرف الدين أحد قامات العلم عند الإمامية، وهذا ما لا يخفى. كذلك السيد محسن الأمين العاملي بعده بفترة قصيرة. السيد محسن الأمين جاء برحلتين إلى النجف، الأولى لطلب العلم، والثانية للحصول على مصادر لكتابها عن الشيعة. ومن العاملين أيضا الشيخ خليل الزين، درس في مطبع القرن الماضي، وحدثت فتنة عبد الرزاق الحصان الذي ألف الكتاب العروبة في الميزان الذي فضل فيه معاوية على الإمام علي بن أبي طالب، كتاب مشهور حقيقة. رد عليه الشيخ خليل الزين في كتاب الفرقة الإسلامية، أشاد بمذهب الشيعة الإمامية وفضائل أمير المؤمنين، لكن النفس الطائفي جعله يطارد وينفى من جديد. اضطر أن يحتمي في علماء النجف وأن يختلف فترة من الزمن، إلا أنه شاهد نفسه لم يستطع الصمود، فساعدوه أهل النجف على الخروج إلى لبنان لكي لا يقع في قبضة الدولة. وكذلك الشيخ محمد تقي الفقيه الذي كتب رحلة طويلة عن النجف، وكان من وكلاء الإمام الحكيم وأرسله إلى بعض المناطق كوكيل. ولم يكتفي الشيخ محمد تقي الفقيه برحلته، بل كتب رحلة والده الشيخ يوسف الفقيه ورحلة زميله الشيخ علي المختاز في كشكوله المسمى حجر وطين. وكذلك من الطلبة العاملين الشيخ حسن طراد كتب رحلة طويلة
السفارات توفي قبل شهور، الأمر ذهب 100 عام. وبعده السيد عباس الموسوي الذي غادر النجف سنة 1979